السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومقطع جديد من قناة علي جيمر. طبعا يا جماعة شوفوا، رتبنا المخازن، سوينا كل شيء خاص بحاجة. وأيضا يا جماعة اللي ما يعرف يعني أكيد ما نزلت حلقات جديدة. ضفنا عضو جديد ولكنه يعني ولكننا يعني اتفقنا احنا وياه من الذي سوف يسيطر على أشياء كثيرة، وراح أخبركم بالقصة كاملة اليوم. طبعا يا جماعة هو أول ما جاء تعرفوا أنا لا أحب المنطقة الملونة، هذه المنطقة واشتراها مني كامل. يعني هي صغيرة مش إنها ذكر كبيرة، واشتراها مني كامل بسعر بقيمة ذهب وذهب كثير. شوفوا يا جماعة، مصنع الآيرون جولم، إذا أردتوا أن تسووا حلقة مصنع الآيرون للذهب آسف، اكتبوا لي في التعليقات. طبعا يا جماعة هو اشترى هذه المنطقة كامل، وبعد ذلك أعطاني السحر. وأيضا اتفقنا إنه ما يزرع الجزر. انتوا بتقولوا لي طيب انت ليه ما تخليه هو ممنوع يزرع القمح؟ هو يا جماعة يزرع القمح. طبعا أنا هو حسبني أني لا أستطيع أتاجر مع القرويين إلا بالقمح، وأنت تستطيع أن تزاوج القرويين معذرة بالجزر. طبعا يا جماعة واشترى بعدين بعد فترة اشترى هذه الأرضية كامل، وأنا جيت وخليت هذه الأرضية كامل خاصة بي. طبعا يا جماعة سويت مصنع، ضفت بعض الأشياء على هذا المصنع، خلونا أرويكم إياه. وهذه طبعا قصة كامل. وأيضا إن شاء الله يا جماعة راح ننزل حلقات أنا والشخص الذي ضفناه. طبعا هو يا جماعة صدق مع خطط، يعني خطط ما تخطر على البال. طبعا يا جماعة مصنع دجاجة فار، مصنع يعني ذا بطيخ، يعني يوم يجي 2000 years later. يعني معروفة الفكرة. طبعا يا جماعة الآن راح أرويكم. هذه طبعا مملكة الكروية، اللي ما شاف الحلقة يروح يشوفها. وهذا طبعا أرويكم كيف يشتغل المصنع. شوفوا ماشي معنا بلوكات بسيطة بسيطة بسيطة، كل شيء لديه حل. تمام. شوفوا هنا هذا يخلي الماء وذا بسرعة يجي، ولهذا السبب يخرجون لنا بيجلس. طبعا معها كانت بوابة صغيرة، بعد ذلك قلت خلاص راح أكبرها حتى تكون أفضل، يعني تكون كبيرة ومش كبيرة كثير، لأن تعرفون البوابة تحتاج إلى تكلفة. خلونا ننزل نرويكم إنتاج. طبعا المشكلة الوحيدة إنه يعطيك آسف إنه يعطيك طبعا ذهب لا بأس به، بس المشكلة إنه يعطيك لحم الزومبي. لهذا السبب نحتاج إلى نار البركان، أو يعني إذا يريد العضو ذاك، لأن معه خطة شريرة يا جماعة. هو صدق يعني خطته شريرة. عندما حاصرني من هذه المنطقة تحاصرت من الخشب، لم أستطيع زراعة الخشب، وأيضا باتفاق طبعا، وأيضا لم أستطيع أن أذهب إلى منطقة الخشب الذي لم تعد لحد. بعد ذلك أخبرته أني أريد أن نشتري منطقة من طريقه، وكان سعرها غالي كثير. وبعد ذلك حصلت طريق مائي، وبعد ذلك رحت فيه وجمعت الكثير من الخشب. راح أرويكم إياه الآن. الكثير يعني خشب، ستيكات، بلوكات، كل أنواع لا مش كل أنواع الخشب. طبعا 3 أنواع عندي، هذا الخشب المعروف والأبيض، وأيضا السمرس أو اللي يكون نفس هذا اللون. خلونا أوريكم إياه. طبعا هذه المصانع. أول شيء البيك وود، تمام. وهذا الأوك وود، شوفوا كيف. وهذا اللي يعني أوكوود، وهذا وهو أقل نوع عندي. وأيضا هذا اللي ما عجي ما سويته. هذا يا جماعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس إذا وصلتوا هذا المقطع لايكات. وإن شاء الله يا جماعة حتى أضيف، حتى يعني مش أضيف، حتى يعني أجيب الشخص الجديد نصور أنا وياه. حتى يا جماعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكم كل جديد، ومع
السلامة.